السلام عليكم ومرحبا بكم حبيباتي الغاليات. اليوم مع وصفات كوكب الطبخ الجزائري جيتكم وجبت لكم حلوة معسلة للقلب، وهي حلوة المشوك الجزائرية بالكاوكاو. بيان سور اللي حب يديرها باللوز يديرها باللوز. واش نقول لكم نخدموها ان شاء الله بطريقه بسيطه ومكونات اقتصاديه. ما عليكم غير تبعوا الفيديو حتى للاخير، واللي يدخل الدوكا نقول لك مرحبا بك، عاونينا بابوني وجام وتبعي الفيديو حتى الاخير. الله على بركة الله البنات، نبداو نحتاجو في الوصفة تاعنا الى الفلوريال. هذه زبدة مارغرين 250 غرام، تكون دايبه شويه طريه ماشي يعني دايبه. فوالا 250 غرام من الزبده فلوريال. تحبي ديري لابيل ديري، ونتبعها كاس تاع سكر كلاصي. هذا الكاس اللي يوزن 220 مليلتر حكمته وغربلته وحطيته في الكاس. نبدا نخدم المكونات غير باصابع اليد هكذا. ندخلوا السكر مع الزبده ونبداو نخدموا نكسروا البيض. بالنسبه للبيض نديروا 4 حبات تاع البيض اذا كانوا كبار، و5 حبيبات تاع البيض اذا كانوا حبيبات صغار. بالنسبه لي انايا درت 5 حبات تاع البيض لان الحبه تاع البيض عندي صغيره بزاف. نفصل الصفار عن البياض. الصفار نحطو في الجفنه والبياض نحطو في طبسي نسحقو باش نرمدو الحبه تاع المشوك تاعنا. نبدا نفصل قلت لكم 5 حبيبات 5 صفار بيض، نزيد لهم نصف كاس تاع الكاوكاو محمص ومرحي، وزدنا كذلك مبشور حبه تاع الليمون. هذا الليمون يعطينا نكهه رائعه في المشوك تاعنا. وبيان سور ما نستغناوش على ملعقه كبيره تاع الفانيليا، هذا لتنكيه القارص والفانيليا. نبداو نخلطوا دايما المقادير مع بعضها باصابع اليد. نزيدو 4 كاس تاع الزيت. هذا الزيت يعطينا قرمشه للحلوه تاعنا، تولي مبسه بزاف. واللي حبت تستغنى عليه تستغنى عليه عادي، لكن انا فضلت نزيدو باش تعطيني هذيك القرمشه. نستمر في الخلط كما راكم تشوفوا غير باصابع اليد فقط، ونبداو نحطوه بالفارينه. هنايا بالنسبه للفارينه مقادير مضبوطه. هنا درت تلت كيسان ونصف من الفارينه. بديت بالكاس الاول بيان سور راهي مغربله وحطيتها في الكيسان. هذا الكاس الثاني، قلت لكم تلت كيسان ونصف من الفارينه. وإلا شفنا العجينه ما تلبمتلناش ولا جات جاريه شويه نزيدوا لها، ما فيها باس حتى نتحصلوا على القوام اللي نحبوه. فوالا هذا الكاس الثالث. الكيسان هادو رانا تعودنا عليهم تاع 220 ملي. استمروا دائما في الخلط. نزيدوا الكاس الرابع نصف كاس تاع الفارينه الاخير. قلت لكم اذا خصنا الفارينه نكملوا حسب الحاجه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ما تكونش ناشفه. هنا في هذه الحاله نديروا ملعقه صغيره تاع القهوه من الخميره الكيميائيه، ما يعادل نصف كيس من الخميره الكيميائيه، ونلمو. فوالا البنات هاني لميت العجينه. هنا زدت لها شويه الفارينه، زدت لها هذاك النص تاع كاس تاع الفارينه، زدت له حتى كملته 4 كيسان. شوفوا العجينه هنا كيفاش راهي طريه، ما لازمش تكون ناشفه البنات، لازم تكون هكذا ما عجنتهاش لميت فقط. دوك نغطيها باش ما تنشفليش. غطوا البنات العجينه جيدا ببابي فيلم هدايا باش ما تنشفش، ونكملوا الوصفه تاعنا.
فوالا هنايا بالنسبه للكرايات اللي عندها الميزان تخدم بالميزان، واللي ما عندهاش دير عينها هي ميزانها. انا درت الحبه الوزن تاعها درتو 27 غرام. كاين اللي يديروا الحبه كبيره شويه 30 غرام، انا فضلت 27 غرام، ما كبيره ما صغيره متوسطه. فوالا 27 غرام للحبه. دوك ندير الحبيبات كاع كي اني وجدتهم، شوفوا في تبيسي كل حبه الوزن تاعها هو 27 غرام باش يجو كاع قد قد. وجدت السنيوه تاعي فيها لي كيسات، ووجدت الطبسي فيه الكاوكاو مرحي ومحمص، لازم يكون الكاوكاو خشين شويه. وهذاك الطبسي اللي فيه بياض البيض، هذاك الطبسي اللي فيه بياض البيض زدت له ملعقه كبيره من لافاني، نديروا الفانيليا باش تنحو هذيك الريحه اللي ماشي مليحه تاع البيض، وباش تنكه لنا البيض ويجي بنين. نبداو نديروا بالحبه، نحطوا الحبه تاعنا في البياض البيض، ومن البياض البيض نرمدوها في الكاوكاو تاعنا اللي يكون خشين. هذه هي الطريقه اللي نديروها، يعني سهله. ونفس الشيء بالنسبه للمشوك تاع بلوزه، نفس الطريقه. فوالا، وكل حبه نديرها نحطها في لي كيسات. ملاحظه هنايا بالنسبه للحبه تاعنا نديرو ثقب صغير هكذايا، نضغطو بالاصبع صغير هذايا على الحبه باش نديرو الوسط تاعها، باش هكذا كي نروحو نشربو الحبه تاعنا تتشرب للقلب، نعسلوها هذاك العسل يدخل حتى للقلب الحبه. هنا جبت هاد لي سوريز، تحبي ديري لي سوريز، تحبي ديري حلقومات، تحبي ديري الكاوكاو، تحبي ديري اللوز، انت واش تحبي. حكمت الحبه ونحطها في الوسط. كاين اللي يطيبوهم بلي سوريز، وكاين اللي ما يطيبوهمش بلي سوريز، حتى يطيبوا ويشربوا ويبداو يحطوا هذاك الديكور من الفوق. اني كملت الحبيبات تاعي. فوالا شوفوا خرجوا لي 43 حبه تاع المشوك. الفور تاعي راهو سخون، حطيتهم هنا بعد ما خرجتهم من الفور وطابوا لي. ما لازمش يكونوا حموره بزاف، يكونوا دوري شويه. نبدا نسقي فيهم بشويه. هيا كل حبه تاع مشوك ندير لها ملعقه من العسيله وهي سخونه. فوالا كما قلت لكم خرجناها من الكوشه مباشره، نبداو نسقيو فيها وهي سخونه هكذاك باش تتشرب جيدا. فوالا بعد ما كملت الحبيبات كامل، نخليها حوالي ساعه ولا ساعتين تتشرب جيدا، ونبدلها لكيسات. فوالا ها هو المشوك تاعنا، مشوك جزائري رائع، شكلا ومذاقا، مشقق ومعسل للقلب. ننصحكم بهذه الوصفة للمناسبات تاعكم، راكم رايحين تصيبوها وتخدموها بكل بساطة بكل سهولة. واش نقول لكم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. تهلاو لنا برك في الجام والاشتراك، ونتلاقى ان شاء الله مع وصفات اخرى بحول الله، مع فيديو جديد ان شاء الله. سلام.